سيبك من طريقة الكوارع العادية وتعالي النهاردة اعمليها بطريقتي، بطريقة جميلة يا جماعة زي بتاعة المطاعم بالظبط ويمكن أحلى كمان. هتجيبي الكوارع بتاعتك بعد ما غسلتيها كويس ونقعتيها في ملح وخل وليمون وكمان ميه ليله كامله في التلاجة. هتجيبيها تاني يوم وتبداي بقى ان انت تسلقيها. هتحطي لها هنا ميه على البوتاجاز وتسيبيها لغايه لما تغلي، وبعد كده تنزلي فيها الكوارع وتحطي لها ملح والتوابل بتاعتها وتغطي عليها وتسيبيها لغايه لما تستوي، وبعدين طلعيها هتلاقيها بالملبن بالشكل دوت. تبداي بقى دلوقتي تسيبيها تبرد وبعد كده تقطعيها. وتعالوا بقى نعمل لها الخلطه بتاعتها اللي هتخليها تحفه. بصوا بقى يا جماعه، طاسه على النار ونحط فيها اي ماده دهنيه. انا حطيت زيت، وعندي هنا كمان بصله كبيره حطيتها لغايه لما دبلت زي ما انتم شايفين كده. عليها 3 حبات من الطماطم، عليها قرنين فلفل حامي او بارد زي ما انتم حابين. هنسيبهم على البوتاجاز يا دوبك نقلبهم تقلبتين كده، ما نخليش الخضار لغايه لما يدبل حتى مش يستوي. وبعد كده ننزل عليه الكوارع بتاعتي، معلقه من الصلصه وشويه كده من شوربه الكوارع ونفضيها